السلام عليكم ورحمة الله، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي ظروف صحية جيدة باذن الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات وافكار ناعمة، وفي اطار سلسلة حلويات العيد اليوم غادي نقدم معكم واحد صابلي اللي كيجي رائع جدا. اقتصادي، ما فيش كثرة المكونات. كيجي بريستيج وكيجي رائع جدا، كي مقرمش بواحد التعليكة اللي رائعة جدا. كيبقى عندكم هاد الصابلي هذا حتى لشهرين 3 شهور، وكيبقى في نفس القوام ديالو، في نفس المذاق. اللوغو ديالو ما كيتغيرش، كذلك الشكل ديالو ما كيتغيرش، كيبقى في نفس القوام. واخا يبقى كيف ما قلت لكم شهرين ولا 3 شهور، كتقيسوا الصابلي دائما كتلقاوه مازال مقرمش. ان شاء الله خليكم معنا فيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على المكونات وعلى طريقة تحضير هاد الصابلي. والناس اللي اول مره كيشاهدوا قناتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنبغي نشكر جميع الاخوات اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي. شكرا لكم بزاف، لهلا يخطيكم عليا. وان شاء الله غادي ندوزو باش نتعرفوا على المكونات وعلى طريقه تحضير هاد الصابلي. بالنسبة للصابلي غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. انا هنا بديت كنخدم وعاد فكرت نرجع نسجل. خديت 250 غرام ديال الزبدة مع 2 كيسان ديال السكر سنيدة، وهكا قشور ديال الحامض الا كانوا مصفرين، الا ما كانوش ماشي مشكل. ضفت عليهم 2 كيسان او 2 كؤوس ديال الزيت النباتية. الزيت كنضيف بشويه بشويه باش هكذا ما تغلبنيش العجين ونخدمها على خاطري. بامكانكم هاد المرحله هذه تخدموها في الهاشوار. صافي من بعد ما خدمت الخليط حتى ولا عندي بوماد، غادي نضيف واحد الفلان ديال بنكهه ديال الكراميل. صراحه هاد الفلان كيعطي واحد لوغو زوين وحتى اللون. غادي نضيف ليه 3 ديال البيضات. البيض كذلك يكون درجه حراره الغرفه. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات مع بعض حتى يتجانسوا. دابا غادي نبدا نضيف الطحين. الطحين تقريبا غادي تسليه واحد الكيلو ديال الطحين، او تكون نوعيه جيده، عفوا، الخاص بالحلويات. ما ديروش اي طحين، حاولوا تختاروا النوعيه اللي كتكون جيده. كاينين ماركات كثيره كيكونوا خاصين بالحلويات. وبالنسبه لهنايا كيف كتشوفوا معايا، ما كنعجنوش الصابلي، ما كندلكوهاش، فقط كنجمع بالاطراف ديال الاصابع ديالي وكنحاول ندخل داك الطحين مع الزبده. وانتم بشويه بشويه حتى كتكملوا الطحين كامل اللي عندكم. ما تضيفوش دفعه واحده باش هكذا ما تغلبكمش العجين ديالكم. حاولوا تخدموا غير بشويه عليكم حتى تساليوه. وبالنسبه لهاد الصابلي راه كيخرج كميه مهمه، كيف ما كنقولوا تكفي وتوفي. كنحاول ما امكن انني ما ندلكش العجين، غير نبقى ندخل شويه بشويه. وبالنسبه لهاد الصابلي ولا حتى الصابلي اللي نزلت معكم من قبل، ما كنديرش فيهم الخميره. علاش ما كنديرش الخميره؟ حيت عندي البيض. هذوك 3 البيضات هما كافيين ان الصابلي ديالنا ينتفخ لينا في الفرن، فما كاينلاش نضيفو حتى الخميره. صافي من بعد ما دخلت هذاك الكيلو ديال الطحين مع الخليط اللي درنا ديال الزبده والزيت وسنيده والبيض، قسمت هنايا الخليط الى كويرات. وغادي ندوز باش نطلقوه في مدلك بين 2 بلاستيكات باش هكذا كيسهل عليا ما يلصقش. وتقدروا ديروه حتى في ورق المطبخ، ولكن صراحة هاد البلاستيك كيكون عملي احسن من ورق الزبدة. كتفادوا انه يلصق لكم. هنا كيف كتشوفوا معايا كنطلق بلا طحين بلا حتى شي حاجه، بتعرفوا ان العجين ديالنا ناجح 100%. صافي خديت هاد القطعه هاد القطعه راها معروفه. نتوما خدموا باي قطعه عندكم، مهم انا هاد الشكل هذا غادي نخدموا بهذا. وغتشوفوا معايا حتى الموتيف اللي غادي نديرو اللي خاص بالمناسبات، مثلا الاعياد ولا شي هكا مناسبه عندكم ديال الافراح. صافي من بعد ما خدمنا الصابلي ديالنا غادي ندخلو للفران ونخليه يطيب. وغادي ندوزو نوجدو لي موتيف ديالنا.
هذا الموتيف هذا راه حتى هو متوفر خاص بالافراح والمناسبات. غادي ندوب الشوكولات الابيض، خديت الشوكولات كالا وهكا كنملأ هاد الدائرة اللي كتكون عندي في الوسط هي اللي مكتوبة فيها مبروك. انا هنا ما كانش متوفر عندي ديال العيد مازال كومونديتهم ومازال ما وصلونيش. ان شاء الله فاش غيوصلوا راه غادي نشاركهم معكم ضروري. عندي هادي ديال هكا ديال لي بلاستيك، هادي مشهورين ومعروفين والثمن ديالهم رخيص. صافي هنا خليتهم حتى جمد لينا الشكلاط الابيض، وخديت هنايا الشكلاط الابيض اللي ذوبت، قسمت الكميه على نصفين، نصف ضفت ليه ملون ازرق. الصراحه هاد اللون هذا راه كيجي خطير 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 في لي صابلي، وكيعطي واحد الشكل اللي كيجي رائع جدا. حتى الالوان كتجات متناسقه وجات رائعه. صافي كنحاول انني نملأ الجوانب وهكا كنضغط عليها وكنخبط شويه باش هكذا تاخد ليا الشكل، ياخد ليا الشوكولات الشكل ديال الموتيف ديالنا. كتبغي غير شويه الخاطر راها ما كتشدش الوقت بزاف. هذه بامكانكم تخدموا صابلي بوحدو وعاد ترجعوا تخدموا الشوكولات. هذاك الشيء اللي درت انا، حتى ساليت لي صابلي ديالي عاد مشيت خدمت الموتيف ديال الشوكولات. وشوفوا الموتيف ديالنا من بعد ما جمد لينا الشوكولات وهكا بديت كنزولو. وان شاء الله انا غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال الشوكولات. كنتمنى هنا تكون واضحه لكم. صراحه راه كيجي رائع جدا وكيجي الشكل ديالو خطير بزاف. اللي غادي يشوفوا عندكم غادي يسولكم على كيفاش درتولو. صافي هنايا غنوريكم هاد التعليكه. هاد التعليكه فيها كاس ديال العسل وفيها 2 معالق كبار ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج. كندوب كل شيء فوق البوطه، من بعد كنضيف لهم الشوكولات. هنا نضيفوا 5 د القطع حتى 6 د القطع ديال الشوكولات الاسود. والموتيف ديالنا هنا حضرناهم خليتهم على جنب. كذلك الصابلي ديالنا من بعد ما طيبته انا، واش كتشوفوا معايا راني طيبته وغطيته هكا بالسلوفان وخليته تقريبا ليله كامله، يعني حتى الغد ليه عاد غادي نخدم به. وشوفوا معايا ما شاء الله راه كيجي فيه واحد اللون اللي رائع جدا، لون ذهبي وكيكون لون موحد. صافي هنا غادي ناخذ التعليكه ديالنا بالاصبع ديالي وغادي نبدا كنلصق. هنا الاخت اللي كانت معايا اللي كانت كتساعدني ما كانش صورات لياش مزيان الصراحه، ولكن ما شدتش عليا فاش كنت كندير التعليكه، ما شدتش على شحال من حاجه، ولكن ماشي مشكل. انا في الاول كنت كنصور انا وهي كانت كتخدم ليا الخليط ديال الصابلي، من بعد راه صورت راسي وكنستمروا هكذا كنلصقوا الموتيف مع الصابلي. الصراحه ما فيش كثره الفينيسيون، نبقى نلصق فقط الشوكولات وكتخدمي. وهذا الموتيف هذا بامكانكم تشريوه حتى 2 ولا 3 الا كنتو هكا عندكم شي مناسبه كبيره، مثلا افراح، اسبوع ولا عرس ولا اي حاجه، تاخدوا منها حد 3 باش هكذا كتسهلوا عليكم بسرعه كتخدموا ما كتعطلوش. ولا هكا مناسبات ديال غير مناسبه ديال العيد ولا شي حاجه في الدار، عيد ميلاد ديال الوليدات ولا شي فرح هكا شي عراضه في الدار، غتخدموا غير بوحده راه كافياكم. هنا التعليكه كيف كتشوفوا معايا ما كنديرش بزاف، مجرد ان غادي نخليها تقريبا واحد 6 سوايع راه كتلصق تماما ما كتبقاش كتحرك. وهنا من بعد ما كملت صابلي ديالي كامل لصقت فيه هاد لي موتيف هادو. شوفوا معايا ما شاء الله. هنا راه كنصور بالليل، يعني واخا كانت الاضاءه شويه باهته ما كتبانش مزيان. وصراحة جا منظر ديالو خطير هاد الصابلي، وجا كذلك لذيذ بزاف. بالنسبة للتعليكة نسيت ما قلتش لكم، راني ضفت فيها واحد المعلقة ديال نكهة ديال القهوة. الا ما عندكمش نكهة ديال القهوة ديروا قهوة سريعة الذوبان، صراحة كتعطي واحد لوغو خطير حتى هي.
وهاد التعليكه راه اللي داقاها عندكم غادي يسولكم عليها، اكيد غيسولكم على اللوغو اللي فيها، حيت كتجي خطيره خطيره بزاف. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، والى اللقاء.